في فرق بين انك تكون ديزاينر عادي وانك تكون شريك في نجاح البراند، وفي فرق كبير بين ديزاينر بيطلع براند شكله مقبول وديزاينر فاهم بيعمل ايه وليه وازاي يقنع العميل باللي عمله. وفي اكيد فرق بين انك ترسم لوجو وانك تبني براند كامل ليه شخصيه واستراتيجيه ونظام بصري متكامل وطريقه عرض بروفيشنال. وفي فرق بين انك تكون هاوي وانك تكون متاسس صح في تصميم العلامات التجاريه. وعلشان توصل للمرحله دي وتتاسس وتتقدم في مجالك صح، هاخدك معايا رحلة تعليمية. هبدأ معاك خطوة بخطوة في كورس البراندنج للمصممين من البريف لبراند نضيف. هنبدأ من الصفر خالص. في أساسيات لازم تفهمها قبل ما تبدأ مرحلة التصميم. هتفهم يعني إيه براندنج وإيه الفرق بين البراندنج والهوية البصرية، وهتعرف ليه اللوجو لوحده عمره ما كان براند. بعدها هندخل على أنواع البراندنج، وهنعرف إمتى البراند بيكون شخصي أو تجاري أو خدمي أو مؤسسي، وإزاي كل نوع بيأثر على طريقة التفكير والتصميم. بعد كده هنبدأ أهم مرحلة في الكورس وهي البراند استراتيجي. هتفهم يعني إيه انترنال واكسترنال، داخلي وخارجي. هتفهم البراند من الداخل الأول قبل مرحلة التصميم وقبل ما يظهر للناس على الواقع. هتعرف يعني إيه براند كور ويعني إيه براند بوزيشننج بأقسامهم داخل الجزء الانترنال. وهنيجي على الجزء الاكسترنال هنعرف يعني إيه براند بيرسونا ويعني إيه براند كوميونيكيشن وبراند بريسنس. مش هتحتاج حاجة تانية في البراند استراتيجي بعد ما تشوف الفيديو ده. الخطوة اللي بعد كده هقولك إزاي تدخل ميتنج مع العميل، تسأله في ايه وتسجل وراه ايه، وتفهم البريف ازاي، وتحول كلام العميل من كلام عام لقرارات تصميم واضحة تقدر تبني عليها علامة تجارية ناجحة. وبعدها هنبني الهوية البصرية خطوة بخطوة. هتفهم مكونات الهوية البصرية بشكل عام، هتعرف يعني ايه لوجو وكولر باليت وتايبوجرافي والباترن او الانماط البصرية، وهنشرح كل مكون من ده في فيديو منفصل لوحده. هتعرف يعني ايه لوجو وانواعه، وامتى تستخدم الابستراكت او الوورد مارك او الكومباينيشن وانواع تانية كتير، وليه اللوجو مش لازم يشرح كل حاجة. وبعدها نشرح الكالر باليت او الالوان. هقول لك ازاي تختار الكالر باليت للعلامه التجاريه عن طريق البراند بيرسونا والتارجت اودينس وغيره. هتعرف يعني ايه الكالر ويل او عجله الالوان، وهتعرف نظام الالوان من الار جي بي والسي ام واي كي، وهتعرف انظمه وسيكولوجيه الالوان وامتى تستخدم كل لون، وتطبيق عملي على اختيار كالر باليت احترافيه. نيجي بعد كده على التايبوجرافي او الخطوط. هتعرف ازاي الخط بيغير شكل البراند بالكامل، وهتعرف انواع الخطوط وامتى تستخدم السيرف والسانس سيرف واشهر الخطوط اللي بنستخدمها لكل نوع، وازاي تختار الخط الصح مع فايل فيه اكتر من 5000 فونت مجاني تقدر تستخدمهم. بعدها نشرح الباترن او الانماط البصريه. هتعرف انواع الباترن وازاي يبقى جزء مهم في الهويه البصريه وامتى تستخدمه وايه اللي تتجنبه في مرحله الباترن. وبعدين ننتقل للتطبيق والموك ابس، ازاي تختار موك اب يخدم البراند، وتريكات بالاي اي تحسن من عرض شغلك، ازاي تعرض شغلك في سياق واقعي، ازاي تخلي العميل يشوف البراند كانه براند حقيقي موجود في الواقع. ندخل بعد كده على البراند جايد لاين او الدليل الارشادي للهويه البصريه، ازاي تنظم وتعرض اللوجو والكالر باليت والتايبوجرافي والباترن واللي اوت والباكجينج والمطبوعات الورقيه والدو والدونت لعرض اللوجو. بسيب لك تمبلت جايد لاين مجاني تستخدمه في شغلك. وفي ختام الكورس اخيرا هيكون عندنا فيديو تطبيقي على الكورس بالكامل. كل اللي اتعلمناه من اول الكورس هنطبقه في الفيديو ده، وكمان البراند ده هيكون ليك انت تعرضه في البورتفوليو عندك علشان تكون دي بدايتك بجد وعديت اول سلمه. وهسيب لك صور الشرح او ملخص كل فيديو في ملف بي دي اف علشان يكون معاك وتقدر تراجعه في اي وقت. يعني في نهايه الكورس يا صديقي هتكون فاهم ازاي تصمم براند كامل من البدايه للنهايه، كل ده بشكل مجاني. فلو انت مبتدئ وعاوز تطور مستواك وتتعامل مع العميل بثقه، تبني هويات بصريه ليها معنى، فالكورس ده معمول علشانك. كورس البراندنج للمصممين من اول البريف لبراند نضيف. فمن غير ما اضيع وقتك حضر القهوه بتاعتك ويلا بينا نبدا اول فيديو.